سلام البنات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ مزيان يا ربي تكونوا في تمام الصحه والعافيه ويلقاكم هذا الفيديو دائما في اسعد الاوقات. جبت لكم اليوم البنات واحد الكلاص غزال ولذيذ بزاف بالنكهه الفاني والنكهه الفريز. بقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. كنحتاجوا البودر كلاص ديال الفاني، واحد الليتر د الحليب، وبودر كلاص ديال الفريز، 4 ديال الدانيت. كنحتاج هنا الكركاع، اللوز والزبيب والكاوكاو. كل واحد يعني على حساب، ما محددش الكميه. هكا قبضت هكا الشوكولا، قطعته كطريفات يكونوا كبابرين شويه كما كتشوفوا في الصوره. خديت 5 ديال لي بسكوي، اي بسكوي بغيتو تضيفوه معاهم ضيفوه معاهم. ننتقلوا للطريقه ديال التحضير. كناخذوا لي بسكوي بحال هكا، كنفتوه بحال هكا كما كتشوفوا غير بالكاس كما كتشوفوا هكا في الفيديو. الطريقه هذه راه دغيا دغيا كيتفتت بلا ما نحتاج نديرو في الهاشوار. كنبقاو كمستمرين وكنكبوه في زلافه. هاد البسكويت كيعطي واحد التقرميشه الكلاص ديالنا. ننتقلوا دابا، نحطوا دابا البودر ديال الفاني، زدنا معاهم الحليب بارد، من الاحسن يكون فيه كاع هكا قريب يتجمد، يعني يكون طريفه ديال الثلج فيه باش طلع لنا الكلاص مزيان. كنبقاو نطربوا هكايا. هذيك البودره ديالي باش تطلع كما هو في الصوره باين. على سرعه، يعني السرعه القصوى. غير بدا يطلع لنا الخليط ديالنا، كنزيدو عليه 2 ديال لي دانيت، وكنزيد عليه 2 معالق ديال الكريمه ديال الطوفي. ان شاء الله دابا نحضرها معكم فيديو اخر. كتجي حتى هي رائعه وكتضيف للكلاص واحد النكهه خياليه. كتجيبوا غزال كما كتشوفوا دابا كنضيفوا دوك 2 الدانيت. يمكن لكم تعوضوه بالدانيت ديال الشوكولا. ضفت هنا 2 معالق ديال الكريمه ديال الطوفي. سهله في التحضير. وكنرجع هكا كنطرب الخليط ديالي مزيان حتى كتطلع لنا الكريمه. وباش تعرفيها كطلعت لك مزيان، خصها ضروري ديرلك منقار، المنقار كما كتشوفوا هكا. هكا راه وجدت لنا الكريمه. كنضيف نفس الكميه، نصف الكميه ديال البسكوي، ونصف الكميه ديال الكاوكاو او الفول السوداني، ونصف الكميه ديال اللوز، وكذلك نصف الكميه ديال الكركاع والزبيب كما هو موضح. يمكن لكم تستغناو على اي مكون من المكونات، ماشي ضروري تقيدوا بنفس المكونات ديالي. وكنزيدوا عليه نصف الكميه ديال الشوكولا. انا درت النوع ديال ماروخه، معروفه كتعطي واحد البنه زوينه ولذيذه بزاف البنات. كنبقاو هكا كنحركو من التحت للفوق كما كتشوفوا. هو عموما كيجي حسن من جاهز، يعني شي حاجه نقيه وعارفه شني فيها. خديت انا واحد المول، غلفته بواحد البلاستيك وكبيت فيه اللوغو الاول اللي هو ديال الفاني. في نفس البول غنكملوا عاوزين نديروا البودر ديال
الفريز مع نص ايطرو ديال الحليب. كنأكد الحليب يكون بارد باش كتنجح معاكم العمليه ديال الكلاص. كنبقاو نطربوا نفس المراحل تقريبا ديال الكلاص ديال الفاني. كل ما طربنا على سرعه عاليه كيطلع معنا اكثر وحسن وزوين. وكنأكد البنات قبل ما تطلع لينا الكريمه، يعني في النصف ديالها، في النصف يعني قبل ما تطلع، كنضيفوا دائما الدانيت او الكريم كراميل. اللي بغيتو تضيفوا معاه ضيفوا معاه، كيجي معاه زوين. يمكن لك تضيفوا كيندر، يمكن لكم تضيفوا اي حاجه عجبتكم هكا ديال شوكولا ضيفوها. اي نوع د المكسرات يمكن لكم تضيفوا معاه. 2 معالق ديال الطوفي، والبسكوي والكاوكاو واللوز والقرقع، نفس المراحل الاولى. البنات لو صبتوا معايا حتى لهنا الفيديو، ما تنسونيش البنات من لايك الفيديو واشتراك القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم مني دائما البنات كل ما هو جديد. دعموني البنات باللايكات. راه كيجي بنين البنات، يكونوا تبعتوا الخطوات عصدق معكم من اول تجربه. تقريبا هذا الفريز كيجي تقريبا ذوق الكورني نيشان، يعني ما كاينش اختلاف فيه. شي حاجه نقيه على في الدار، يعني كعرفه شنو فيها المكونات. كنزيد كميه اخرى الفريز على داك السائل الفاني. كما كتشوفوا كنخليه ليله كامله في الثلاجه. ها هو الكلاص ديالنا بعد ما زينته بصوص الطوفي والشوكولا والبسكوي، جا كيحمق. ها انتم كتشوفوا جا غزال. كنتمنى هذا الفيديو البنات يروقكم وينال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. دمتم سالمين.